انا واخده مي دلوقتي هفسحها على الكروازات لان عجبتني وعجبني تمثيلها، فقلت لا مكافأة عشان الدور الحلو اللي هي عملته ده. هاخدها ونتمشى ونتكلم اكتر عن الجمال والدور اولا صباح الجمال. صباح النور. والنهارده كلنا لابسين ابيض ليه؟ ده حقيقي مش عارفه بس يمكن عشان الدنيا مظلمه فقلنا ننور المكان شويه، ننور الشارع. صدفة النهاردة صحينا من النوم كل واحد ساكن في مكان وكل واحد في اوتيل، ولكن نزلنا كلنا اتجمعنا، كل واحد فينا لابس ابيض، انا ونيلي ومي، فيعني ان شاء الله هتبقى سنة بيضاء باذن الله علينا كلنا. مبسوطة في كان؟ جدا جدا، الشوارع جميله ومريحه الواحد يمشي فيها ومنظر تحفه، واصلا شرف لينا ان احنا نبقى هنا ومبسوطه جدا. يعني طبعا كان بتتذاع على التلفزيون وبنعمل رسائل وبننقل المهرجان، وانت صغننه كده كنت بتقعدي تتفرجي. كان حلمك، كان جالك حلم او هاتف انك ممكن تيجي هنا مره؟ طبعا كانت من الحاجات، هي دايما الواحد يوصل لمهرجان كبير زي كان بيبقى حاجه من الحاجات اللي بتعدي دماغ الواحد وعمره ما يتخيل ان هو هيوصل لها. يعني انا لحد تقريبا امبارح ما كنتش مصدقه ان انا هنا، كنت لسه بدور على الجراند اوبننج، كان اول امبارح، فكنت قاعده ببص على الممثلات المشهورات اللي في هوليوود اللي جم، وقاعده بقول ايه ده يا ماما بصي بليك لايفلي هنا وودي الن وكريستين ستوارت، وقاعده عمري ما كنت اتوقع ان انا هبقى في نفس المكان زي الناس دي. يعني طبعا النهارده احنا في حدث مهم جدا، بس انا صعبان عليا امين مش عارف يمشي بظهره، فهندخل في حته هنا قريبه، بس سجل لنا اللحظه واحنا عند الباليه علشان مي تحطها في ارشيفها وتحتفظ بيها، وتبقى لو ما جاتش تاني بافلام تانيه تبقى توريها لاولادها انها جت كان وعندها السديب ده موجود، وانها تفرجهم وهي في شوارع كان وعند الباليه. وزي ما انتم شايفين الطابور الكبير ده، الناس دي كلها واقفه كل ده عشان داخله فيلم، طبعا مش فيلم اشتباك بس هما داخلين فيلم. وطبعا الريد كاربت بيكون ليه استعدادات كبيره واهتمام كل بنت مع الريد كاربت، اللبس والفستان وهتطلع ازاي وهيكون شكلها ايه. الريد كاربت اهو، وكان في استقبال كل الفنانين، واكيد وانتي جايه كان في دماغك بقى ايه الفستان اللي هتلبسيه، هحضر ايه؟ قولي لي تحضيراتك للريد كاربت. الحقيقه تحضيراتي للريد كاربت كانت صعبه جدا عشان انا كنت بصور تقريبا ال5 ايام اللي قبل السفر على طول، فلسه كنت بدور على ميك اب ارتست، وبدور طبعا هلبس ايه وايه الفساتين اللي تكون مناسبه. فالحمد لله اليوم كان موتر من الاول، بس في الاخر انبسطنا جدا وكان الموضوع. لكن انت كنت مهتمه، يعني حضرتي قبل ما تيجي، عارفه انك ده مهم، لازم يبقى فيه فستان، لازم شعر، لازم ميك اب، يعني ده كان عندك ليه ترتيب؟ اكيد طبعا اكيد طبعا، مفيش بنت هتبقى ماشيه على ريد كاربت او ليها ايفنت الا لما تكون عامله كل حاجه بالقلم والورقه. وكنت مركزه انك عايزه تتصوري وتعملي صوره على الريد كاربت وتنزليها عندك على صفحتك. اكيد طبعا اكيد. ونزلتي ولا لسه؟ نزلت، موجوده على الانستجرام وعلى تويتر وعلى كل حاجه. رد الفعل ايه بقى اللي جالك؟ طبعا كل الناس تبعت لي مسجز، مبروك مبروك، شكلك حلو قوي، شكلكم حلو يا جماعه، الف مبروك، شرفتونا، وده رد فعل طبعا يبسط اي حد في الدنيا. وحاسه ان ميار كانت متغاظه وقاعده عندها افتتاح المسرح النهارده، المسرحيه بتاعتها على النهار، فكانت وانا بسجل معاها بتقولي انا متغاظه جدا ان انا مش معاها. بالعكس انا فعلا كان نفسي ان هي تبقى موجوده، بس للاسف كان عندها المسرحيه بتاعتها، وانا نفسي جدا كنت اشوف المسرحيه، انا بقى متغاظه ان انا ما رحتش اشوف المسرحيه، بس ان شاء الله نيجي تاني وقريب باذن الله، لان احنا عندنا القدره ان احنا ندخل افلامنا مهرجانات عالميه، لان افلامنا افلام جميله جدا، فان شاء الله اجي مره واتنين وهي تيجي معايا، وان شاء الله اشوف مسرحيتها وكل المسرحيات الجايه ان شاء الله. لما جيتي كان ومشيتي على الريد كاربت وشفتي المسؤوليه والصحافه العالميه والانترفيو والحاجات دي كلها، تفكيرك اتغير في الفتره اللي جايه؟ يعني هل انت اللعبه دي عجبتك؟ لا يا جماعه انا عايزه اشارك في افلام كبيره، لا انا عايزه اعمل حاجات مهمه، لا انا عايزه ما استهونش في شغلي عشان افضل دايما موجوده في احداث كبيره كده. اكيد طبعا، انا
اكتر حاجه بسطتني ان اهتمام الناس بالسينما وبصناعه الفن وبصناعه الفيلم. فعلا الناس هنا بتقدر الافلام وبتقدر فن السينما، وطبعا انا نفسي افضل اعمل افلام للناس دي اللي بتقدر اللي احنا بنعمله واللي فعلا بيحسوا بالهام وهما بيتفرجوا علينا. وعمري ما كنت متوقعه ان الفيلم هيكون بالجمال ده، الحمد لله. انا هنكمل في مكان تاني، بس احنا حبينا نسجل لحظة الريد كاربت وحلم كل بنت بفستانها بمشيتها بالصورة اللي بتاخدها للذكرى، تبقى موجودة على صفحتها مع الفانز بتوعها. ولسه ما زلنا مع مي الغيطي وفيلم اشتباك وكان ومهرجان كان. أنا رجعت للطفولة مع الطفلة الجميلة اللي أنا سعيدة إن أنا معاها. يلا بقى، إيه عبد الحليم كان بيقول إيه؟ ضحك ولعب وجد وحب، عيش أيامك. ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. عيش ايامك عيش لياليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش ايامك عيش لياليك، ايه رايك بقى في ان انا عايشتك ايام الطفوله في كام؟ يعني انا مش عارفه اقول لك قد ايه انا مبسوطه، بس يا رب ما ندخش. بس انت عارفه ان انا يعني أنا بقالي كتير جدا ما ركبتش حاجه من الحاجات دي طبعا. فانا في قمه سعادتي ان انا رجعت اركبها تاني. دخولك الفن واعمالك، ويمكن انك لما عملتي القاصرات دور كبير على سنك، دور يتعب، ده خلاكي تنسي طفولتك بقى ودلوقتي تبقي واحده مسؤوله وكبروكي بسرعه؟ هي مش فكره كبر، بس الفكرة ان الواحد لما يكون عنده مسؤولية اعتقد ده مهم جدا حتى منذ الطفولة، لان ده بينمي فيه ان بعدين لما يكبر يتجنب اخطاء كان ممكن ناس تانية تمر بيها بسبب طيشهم. فالحمد لله انا حاسة ان لا بالعكس، ده جه عليا بحاجة كويسة ان انا بقيت مسؤولة اكتر، بقى عندي احساس بالمسؤولية في حاجات واختيارات انا بعملها. اللي دخلك الفن شفتي ميار وغيرتي منها، ولا ماما هي اللي عايزاكم تطلعوا كلكم فنانين، ولا انت عندك موهبة فعلا حاسة ان انت موهوبة؟ بالعكس، هي الحقيقة جت في صدفة شديدة. انا طبعا كنت بعمل حاجات وانا صغيرة كتير جدا، بس كان يعني هزار ولعب وكده. وبعدين انا كنت بتمرن صوت وغنى في الاوبرا، وقابلت مخرج باسم قناوي، وهو كان بيعمل مسرحيه اسمها بدر البدور، وقال لي ان هو يحب ان انا اكون معاه وانضم له لان هي مسرحيه غنائيه. والحمد لله عملت المسرحيه ونجحت جدا، ومن هنا عملت القاصرات، ومن هنا بقى توالت الاعمال. يعني طبعا انا منبهره بادائك برغم ان مشهدين ومش دور كبير، ولكن عملتيهم باتقان. واحده بقالها 20 سنه في المهنه. بصي اقول لحضرتك حاجه، هو مش فكره كان دور صغير او لا، لان كده كده الفيلم كلنا كنا فيه، كلنا الاحداث بنمر فيها مع بعض. فاحنا ننزل ونكمل كلامنا. وصلنا ونكمل كلامنا بقى تحت. والله انبسطنا. انبسطتي؟ انبسطت جدا. عايزه تكملي تلعبي ولا خلاص كفايه؟ ولا تعبتي من اللعب؟ تعبت من اللعب. نرجع بقى لكلامنا، وعايزه اعرف منك صعوبه المشاهد الصغيره اللي عملتيها، ويعني كانت محتاجه خبره، عملتيهم ازاي؟ هو احنا الحقيقه فضلنا فتره طويله وكبيره جدا بنعمل بروفات، فاعتقد ان حتى لو ما كنتش يعني لو انا كنت ناويه ان انا ادخل امثل عيشه، فانا في فتره البروفات دي بقيت عيشه. طبعا مشاهد صعبه جسمانيا وعقليا ونفسيا الاثنين، لان صعب جدا ان احنا كنا بنصور في مكان مغلق طول الوقت، كنا بنقضي 10 ساعات في اليوم في العربيه دي. وطبعا الاذى الجسدي، احنا سواء بقى بنخبط في بعض، بيترمي علينا حاجات، ميه، اي حاجه،
كان موضوع متعب جدا. فبالنسبه لي ان احنا اصلا الاذى اللي احنا والظروف اللي احنا تعرضنا لها كان كافيه جدا انها تحط اي حد في المود ده، لدرجه ان احنا وصلنا لمرحله ما كناش بنمثل، احنا كنا فعلا حاسين بالضيق وفعلا مش طايقين نفسنا وفعلا تعبانين. تعالي نقعد بقى هنا كده انا وانتي. فاحنا فعلا لا، هو احنا ما اعتقدش ان حد فينا كان بيمثل ان هو متضايق او متقدر، هو ده فعلا كان حالنا في المسلسل. اختارك ازاي دي في العمل؟ انا يعني الحمد لله كنت شاركت مع استاذ خالد واستاذ محمد في الجزيره 2 كمؤلفين، واعتقد ان هو رشحني للدور عن طريق ده، وفعلا عملت اوديشن. والحمد لله جالي خبر ان انا اتقبلت في الدور يوم عيد ميلادي، فكان بالنسبه لي بشرى هديه من ربنا. اكيد، واحلى هديه. مي بتحبي بقى الشوبينج؟ مفيش بنت ما بتحبش الشوبينج. اكيد مفيش بنت ما بتحبش الشوبينج. متابعه الماركات العالميه وعارفه بتخشي تشوفي الفاشون والعروض الازياء؟ طبعا يعني في مصممين ازياء مشهورين جدا انا دايما متابعاهم، إيلي صعب، ستيفن ماكوين، الكسندر ماكوين، ستيف مادن، دول المفضلين عندي. فلا دايما متابعه، يعني حتى الجزمه دي ستيف مادن. مش احنا محتاجين دلوقتي نقلع الجزم ونجري هنا، مش ممكن المشي اللي بنمشيه يعني. فعلا بس طبعا بحب الشوبينج جدا. هنا لحقتي تعملي شوبينج ولا الانترفيو والريد كاربت والتجهيزات مخليها بتبقى في وقت؟ للاسف ما لحقتش، بس اعتقد هلحق ان شاء الله قبل الطياره على طول. هعمل كل الحاجات دي. لسه قاعده يومين، عندك وقت يعني؟ خلاص النهارده اخر يوم ليكوا، بكره بقى اجازه تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه. باذن في دماغك عايزه تشتري ايه؟ تعالي نتمشى كده. خليكم معانا نفرجكم برضو، تبقوا شفتوا كل حاجه وشفتوا الشوبينج معايا انا ومي، عشان احنا ما عندناش وقت خلاص. احنا بنعمل كل حاجه في وقت واحد، الشغل والشوبينج وكل حاجه في نفس الوقت. فهنفرجكم واحنا ماشيين دلوقتي تشوفوا معانا الازياء والموضه الجديده. عايزه تشتري ايه؟ انا بالنسبه لي الاهم حاجات تشتريها الواحده وهي مسافره بره، جزم وشنط وساعات، اكسسوارز يعني. بقى الدريسز والحاجات دي ما احسها مش عايز تاخدي هديه لبابا؟ محل رجالي اهو. اكيد هاخد له، بس هو فاترينا هنا. يعني بابا بيحب الالوانات دي جدا، اللي هي الازرق والتركواز زي كده، بيحب اللون التركواز والازرق جدا، فالجاكيت ده تحفه. طب ناويه تجيبي له هديه يعني، ولا هتركزي الفلوس اللي معاكي لنفسك؟ لا اكيد لازم اجيب كده، هو احنا عاملين اتفاق كل ما حد يسافر لازم يرجع لحد هديه. هجيب لميار هديه ولبابا هديه. طب هتجيبي ايه لميار؟ ميار بتحب اكسسوارز كتير جدا، فاعتقد ان انا ممكن اجيب لها بيلت مثلا. تعالي كده نكمل قدام. مش عايزه واحد ايس كريم متين؟ بصي ايه، صور لنا الحجم الكبير ده، هو ده انا ومي اللي عايزينه دلوقتي، محتاجينه نوقع على الابيض ده. واحد ايس كريم عظيم ونمشي زلطين على بعض.